الفخ الأمريكي الجديد، زعامة سنية تحت الطلب. بعد لقاء أردوغان ترامب والقادة للدول الإسلامية، خرجت بعض الصفحات لتحلل ولتقول: أمريكا منحت أردوغان زعامة المسلمين السنة لموازنة القوى مع روسيا والصين. لكن خلف الأبواب الصورة مختلفة تماماً. المعادلة تغيرت. إيران طردت من سوريا بيد تركيا والشرع. الأسد سقط وما بقي له سوى الاحتماء بروسيا كلاجئ سياسي وعسكري. المشروع الإيراني الأسدي انتهى، وأمريكا فقدت أدواتها القديمة. بإرادتها أو رغما عنها لا يهم، الأهم أن الطاولة قلبت على المخطط المرسوم، والمهم أن سوريا وتركيا ليستا داخل بيت الطاعة الأمريكي، ولا تقبلان أن تكون أداة لأحد. فجاءت الخطة الجديدة: تقديم أردوغان كزعيم السنة تحت مظلة أمريكية، لإيهام روسيا والصين أن تحالفاً إسلامياً قد بدأ ضدهم ولا يمكن الوثوق بهم، مما يسبب إشعال جبهة باردة جديدة بين الروس والصينيين من جهة، والمسلمين من جهة أخرى، لتجلس واشنطن متفرجة، وبعدها تتحول إلى جبهة ساخنة عبر الخطة الثانية المجهزة والمخطط لها. لكن الرد التركي كان صريحاً: لن نكون أداة لأحد، نحن من نرسم الطريق. وحتى في التفاصيل الصغيرة ظهرت لغة الشك. أردوغان لم يثق بزجاجة ماء واحدة في واشنطن، وأحضر عبواته الخاصة، إشارة استخباراتية صافية وقوية للجميع. الطاولة فخ، واللقاء لم يكن بريئا، ولكن النتائج هي المهمة. أمريكا حاولت أن تصنع من أردوغان زعيم السنة بالريموت كنترول، لكن أنقرة خرجت من الاشتباع أكثر استقلالا وصلابة، والفخ لم يغلق إلا على أصحابه. ومن يسأل كيف خرجت أقوى فلينتظر القادم. ملاحظة للأحرار: لا تكتفوا بمشاهدة الفيديو فقط، في التعليقات هنا جزء من المعركة، تجدون فيها تكملة ورسائل لا تقل أهمية عن هذا التقرير. مهند الحمداني، تابعونا ليصلكم ما هو جديدنا، وبدعمكم نستمر.